رسمية، أصبح تسليح الحشد الشعبي من سلاح الجيش، تمويلها، كل عنصر من عناصر الحشد الشعبي يستلم راتبا رسميا من الدولة. فبالتالي تمويل الحشد الشعبي هو تمويل منتظم. موازنة 2015 التي أقرت قبل مدة كانت هناك فقرة خاصة بالحشد الشعبي، فبالتالي نحن أصلا نملك يعني بنية واضحة متماسكة. الصراع السياسي كما قلت في بغداد هو الذي يعرقل. أنت تدرين ست نجوى، يعني الحكومة قدمت مسودتي قانوني رئيس الحرس الحكومة الوطني يدافع عنهم. والمساءلة والعدالة. رئيس الحكومة يعني يحمل نعم. رئيس الحكومة يحمل رايتهم ويدافع عنهم، حتى أنه يرفض الاتهامات اللي موجهة لهذا الحشد. يعني أنا أعتقد هناك صراع داخل الوسط الشيعي. أنا أردت أتحدث أولا على الصراع بين الممثلين المكونات، بعدين أروح إلى الصراع داخل الوسط الشيعي. هناك صراع شديد داخل الوسط الشيعي حول يعني كيفية التعامل مع الحشد الشعبي. رئيس الوزراء يبدو لي يحاول أن يمسك العصا من الوسط بين يعني الطرف المتشدد، من يملك رؤية بأنه هذه معركة يجب أن تخاض بالدم وبالسلاح. يعني تدرين حتى تقرير الأمم المتحدة عن ارتكاب جرائم، هذا هو منطق الحرب الأهلية، بمعنى أنه الآن الصراع في العراق يحدث فيه نوع من التداخل الخطير بين مواجهة داعش كتنظيم إرهابي وبين من يعرف الصراع بأنه صراع طائفي بين السنة والشيعة. فعندما ترتكب انتقامات هذه ترتكب بمنطق أنه هذه حرب أهلية، مو مواجهة ضد داعش. هذا هناك طرف شيعي بهذا المجال، لكن هناك طرف آخر. يعني رئيس الوزراء العبادي يعني انتقد تسمية الحشد الشعبي بالميليشيات. طبعا أنا ما أريد أدخل في سجال أكاديمي وعلمي حول تعريف الميليشيا. بالضبط. يعني الميليشيا أكو ركنين، يعني دائما تؤخذ كلمة ميليشيا دائما على أساس أنه سلبية، يعني بينما دائما في حيرة أنه طيب المجموعة المسلحة المش رسمية شو بنسميها؟ طبعا ربما بعض السياقات العربية في استعمال الميليشيا فعلا بيها شيء سلبي، لكن